نتمنى الرساله ديالي توصل للشرطه القضائيه، حيت هادشي اللي غادي نقول لكم دابا مهم بزاف وغادي يفك بزاف ديال الغاز. غادي ترجعوا للدواسه القدام كلهم اللي دازوا في مختفون، وغادي تمشيو لعند دوك الناس لديورهم، وغادي تديو الكلاب حاشاكم اعز الله قدركم، الكلاب المدربه اللي كتشم لي كادافر الجثث. الناس اللي كيسكنوا في العروبيه قلبوا لهم في البيار وفي الجوانب ديال الديور وفي الفيرما وفي الزيتون وفي المطمورات. والناس اللي كيسكنوا في المدينه الا عندهم شي كراج وقلبوا لهم حتى الديور لداخل الكوزينات، وراه غادي تلقاو العجب. الاغلبيه ديال المغاربه كيحكموا على بنادم بالمظهر، الا كان موسخ راه شفار، والا كان لابس مزيان راه لاباس عليه ما يسرقش. مره في التلفازه في الاخبار كيوريوك علماء الاثار مثلا لقاو شي عظام تعود المليار سنه لشي قبيله، وهذيك البلاصه في الضبط قبل كانوا فيها البرارك، وانت كتعجب كتقول كيفاش هاد الناس هادو عرفوا بان هاد العظام تعود المليار سنه. واش كاين شي عظام ديال مليار سنه عباد الله؟ تلقى دوك العظام هادوك ديال شي راجل قتلاته المراه ديالو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كي دايرين اخوتي بخير؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى ما يرام. ندخل في الموضوع ديريكت اخوتي المغاربه بدون الف ولا دوران. ما عساي ان اقول الا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كيف يعقل لزوجه تقتل زوجها، قتلت الزوج ديالها وكتشطح وتردح في العرس ديال البنت ديالها وعرضوا عليها الناس في العرس وكتشطح؟ كيف يعقل لزوجة أن تفعل هذا؟ واش هاد المرأة هادي عندها قلب كينبض ولا عندها في بلاصة القلب الحجر؟ راه الحجر كيتحرك، الحجر كيتحرك من بلاصتو ملي كيوقع الزلزال، وعسى القلب ديال البشر. زال البحث جاريا بخصوص مقتل السي عزوز الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار يا رب العالمين لمعرفة الحقيقة. إلا كنتي قتلتيه على حساب الغيرة كان عليك تطلبي الطلاق وما تيتميش الولاد ديالو فيه، وإلا كنتي قتلتيه على حساب الطمع والفلوس واش دابا دوك الفلوس غادي تاكليهم في الحبس؟ كيما في المغرب ملي كيرتكب شي واحد شي جريمه كنخرجوا كنهضروا غير في التفاهات، راه كان ظريف، راه زوين، راه داخل سوق راسو. واش كاين شي مجرم كيقتل شي واحد في شي دار بشي فردي ولا جنوي وكيخرج هزو في يدو في الزنقه الا اذا كان فاقدا للعقل؟ الانكيت ديال البوليس كدوم مده طويله باش يعرفوا واش قاتل صامت متسلسل، وباش يعرفوا واش القتل العمد ولا القتل بالخطا، القتل غير العمد، باش يعرفوا يعني المجرم بالضبط علاش قتل ديك الضحيه هذاك. القاتل الصامت المتسلسل هو الصعيب كاع في القتله، قاتل متسلسل صامت. قاتل الصامت كيقتل غير بالحس، كاع ما تسيقلوش الخبر كما كتقولوا نتوما ظريف وداخل سوق راسو. وقاتل متسلسل في نفس الوقت كيقتل بزاف ديال الناس. المشكل اللي ولا في المغرب ان كل واحد داخل سوق راسو وكل واحد شد الباب ديالو، داكشي باش كيطيحوا بزاف ديال الضحايا في النهار. كان كلشي رد البال على الباب ديال الدار ديالو ورد البال على الباب ديال الدار ديال جارو، ما تكونش الانانيه، ما غاديش يوقعوا بزاف ديال الضحايا، حيت المجرم ديما هو كيغتنم الفرصه فوق الهدوء والصمت. اغلبيه ديال القتله الصامتين المتسلسلين كيغادروا مكان الحادث اما مع 3 ديال النهار ولا مع 5 ديال الصباح. علاش؟ حيت 3 ديال النهار كتكون القايله، كل واحد شاد بابو عليه كيدير لاسيست، جالس في الدار ناعس في الدار يلاه تغدى مريح، حتى واحد ما كيخرج الزنقه، الزنقه كتكون كتصفر. ومع 5 الصباح حيت كتكون نعسه حلوه ما فيها باس، مع 3 ديال الليل حل السرجم ديالك وشوف الزنقه شنو فيها، طل في الزنقه شنو فيها. ومع 5 ديال الصباح نوض صلي الفجر وحل السرجم وطل على الزنقه، راه تما فين كيوقعوا المصائب الكبيره. اغلبيه ديال المغاربه فاش كيكون داخل الاقامه فين كيسكن وكيتصادف مع شي واحد كيشوف المظهر ديالو الخارجي كيفاش داير باش يحكم عليه. الا كان لابس سروال عادي وصنداله مثلا وانسان موسخ شي شويه، حيت كان مسكين خدام الله يحسن العوان، كيقول بان هذا السيد هذا يقدر يكون شفار. ولكن الا كان لابس مزيان مثلا سروال الجين مثلا مزيان ديال لوفي ستراوس مثلا غالي، سبرديله ديال نايك داير جيل نضادر مثلا، كيقول هذا السيد هذا غادي يكون من عائله لاباس عليها، كيحاول ما امكن باش يتقرب منه. ولكن نسى بان هذاك السيد يقدر يكون قاتل صامت يقتلوه هو الاول، اللي تيبدا به هو الاول. شي نهار تصادفتي مع شي واحد بغتاتا في الاقامه فين كتسكن انت داخل هو خارج، ولا تصادفتي معاه في الدروج، ما فيها باش تسولو الا بان لك غريب على الاقامه، ما عمرك شتيه من حقك تسولو، حيت هذيك اقامه سكنيه ماشي بورديل ماشي البوغديل. الا بان لك غريب غتسولو، غتقول له السلام عليكم اسيدي بخير. ياك ما جيتي تسول في شي واحد غادي تتحدث معاه لمده طويله شي شويه، علاش؟ باش تكتشف واش هو مرتبك وشكون هو بالضبط. غادي تسولو تاخذ معاه وتجيب في الكلام، ولا شتيه مرتبك ماشي حتى تما هو مزروب، ويعني وشوف يعني يديه ورجليه وحوايجه، يعني لاحظ مثلا ملي تكون كتهضر معاه شوف في الحوايج ديالو، ما ربما يبان لك شي نقط ديال الدم ولا شي حاجه مشرقه ولا ضربه في يده ولا
يعني هادو من العلامات اللي تقدر تعرف بهم المجرم، وما فيها باس تاخذ له واحد التصويره بلا ما يشوفك باش حتى الا وقع المشكل ولا تمشيو ترونديو عند البوليس عندكم الصوره ديال القاتل المتسلسل. حيت هو الا كان هابط في الدروج ما غيديرش الكاغول ويقدر يدير النضادر، وحاول ما امكن تقول له حيد النضادر ديالك نشوفك، واقيلا بحال الا الفايت لي كنعرفك نشوفك. هو الا قال لك لا ما نحيدش انا النضادر ولا كذا ولا هادي، حاول ما امكن تبقى معاه وتهضر معاه، هذاك راه مجرم متسلسل ولا داير شي فضيحه في ديك الاقامه، حاول ما امكن تشد معاه كاع تماك ويجيو البوليس. الشيء اللي ولا كيوقع في المغرب اخوتي المغاربه مؤخرا لا يبشروا بالخير. فضيحه هادي. شوفوا الهروب عند الدين فين ولا كيوصل الانسان. ولكم على علم ديك المره اللي في اكادير واللي سميتها القاتله الواضحه لان دارت الجريمه في واضحه النهار. هاد النهار جيت نهضر على الناس اللي عندهم قلب ديال الحجر. العقرب الاسود ديال مارتيل اللي دفنات السي عزوز الله يرحمه مسكين في الكراج ويسع عليه يا رب العالمين في هذا النهار. القاتله الصامته المتسلسله اللي عندها قلب اكثر من الحجر. وهاد القاتله الثانيه اللي في اكادير اللي لاحت البنت اللي عندها يلاه عام بنت جارتها لاحتها من التروازيام ايطاج. هاد المراه هادي سميتها القاتله الواضحه اللي باش قلت لكم اخوتي المغاربه في الحلقه الماضيه نساو ما زادوش جوج ديال الجوائز بالنسبه لجائزه نوبل يسميوهم جائزه عديمي الضمير وجائزه قلب الحجر، اللي خص تاخذها هاد بنت الحرام اللي لاحت البنت اللي عندها عام ولاحتها من التروازيام ايطاج في اكادير. هاد بنت الحرام هاد العقرب الاسود القاتله الظاهره والقاتله المتسلسله الصامته ديال مارتيل. بجوج بهم خص يكونوا في زنزانه وحده حيت بجوج بهم عقارب. بجوج بهم العقرب السوداء والعقرب السوداء الثانيه ديال اكادير، هذيك في مارتيل وهذيك في اكادير، يجمعوهم بجوج يلاقيوهم ولاد الحرام ويديروهم في زنزانه وحده. الغلط الكبير اللي ارتكبت الضحيه شنو هو اخوتي المغاربه؟ انها قدمت الفلذه ديال الكبد ديالها، وهذا الشيء هذا كيديروه الاغلبيه ديال المغاربه بلا ما كيحسوا بلا ما كيشعروا. كتعطيو الولاد ديالكم للجيران بلا ما كتعرفوا دوك الجيران مزيان، ما معاشرينهمش واحد المده طويله. الجار يلاه سكن عنده يلاه عام ما كتعرفوش كتعطيه انت البنت ديالك. ما تعطيش البنت ديالك تكون صغيره ولا كبيره. هذا هو الغلط الكبير اللي دارت، عطات البنت ديالها لذاك المراهق اللي دا البنت لمو اللي مزنزنه ولاحت البنت من التروازيام ايطاج. شكون قال لك بان دوك الناس هادوك عندهم خلل نفسي مشكل نفسي؟ حيت المرض النفسي ما كيبانش على الانسان. المرض النفسي هو باطني ماشي ظاهري. وشكون اللي قال لك بان دوك الناس هادوك اصلا هما مثلا كيغيروا منك على شي حاجه مثلا ما كيحملوكش؟ حيت حنا المغاربه غير كيضحك لنا شي واحد كيوري لنا مثلا السنان ديالو اللوبيات ديالو كيصحابنا هذاك السيد راه كيعشقنا كيبغينا، وهو كتلقى عنده حقد دافين مثلا ما كيبغيكش ما كيحملكش مثلا حيت انت درتي شي حاجه ما كيقدرش هو يديرها، ولا انت مثلا عندك شي شويه ديال الفلوس عطاك الله رزق هو مثلا ما عندوش كيحسدك على داك الرزق اللي عندك، يعني غير كيضحك معاك هو راه كيبغيك ولكن هو راه كيوجد لك مثلا باش يهرسك في حاجه اخرى مثلا. ولا انت مثلا الله عطاك ابناء هو الله ما عطاهش ابناء ولكن هو ما راضيش بالقسمه ديال الله مثلا، بغى مثلا يقتل لك انت الاولاد ديالك حيت هو ما عندوش الاولاد. وانا نعطيكم الدليل اخوتي المغاربه ما كنهضرش هنا في هذه القناه عن عبات، رجعوا غير معايا شي شويه اللور. واحد المراه بينوها في دوزام كانت لاحت للابناء ديال الجاره ديالها من البالكون، وفاش يعني استنقوها البوليس قالت لهم بان انا ما كنولدش انا ما عنديش الاولاد وهي عندها الاولاد، وجاها يعني تعقدات من ديك القضيه هذيك، جاها حقد دافين تجاه الجاره ديالها وهزات الاولاد ديالها ولحتهم الاولاد الجاره ديالها لحتهم من البالكون